حسام حسن ما بيعرفش يدرب وما بيعرفش يتكلم مع اللعيبه وما بيعرفش يتكلم مع الصحفيين. ده الكلام اللي انا قلته اول ما حسام حسن مسك منتخب مصر. هل النهارده صعدنا؟ هل انا لسه عند نفس كلامي؟ ايه يا عم اللي انت بتقوله ده ازاي؟ طيب نكلم المهندس اللي جواك، تعال نتكلم بالارقام. ده احنا اول مره نصعد، اول مره نكسب. ده الاجوان اللي دخلت مع كابتن حسام حسن في كاس العالم اكتر من الاجوان اللي دخلناها في تاريخنا كله. لا انا لسه محتفظ على نفس رايي ومش هتنازل عنه ومش هعتذر عنه. يا ابني انت بتسلم نفسك للناس؟ طب ازاي؟ ده الراجل راح جاب زيكو عايز يلاعب السويس الفريق الكبير بيخليه يلعب البرازيل بيجيب جون، اسيست لصلاح بالكعب، صابر يخش اول مره يشوف، دخل جاب جون. لسه عند نفس كلامك برضو؟ انت حر بقى. ثانيه واحده ثانيه واحده بس اهدوا. حسام حسن ده اللي انا بتكلم عنه غير حسام حسن اللي معانا دلوقتي. هما اتنين حسام حسن، ومش قصدي افيه حسام وابراهيم، لا انا بتكلم جد. ده بني ادم وده بني ادم، دي شخصيه وده شخصيه، ده مدرب وده مدرب. هل حسام حسن اللي هو كان بينزل يدافع قدام فرق اقل مننا بكتير هو نفسه حسام حسن اللي كان بيلاعب بلجيكا وكنا طالعين زعلانين ان احنا ما كسبناهمش؟ هل حسام حسن اللي كان بيقعد يقول للفرقه اللي قدامي دول عندهم محترفين اكتر مني وهو عنده ليفربول ومان سيتي، هو نفسه حسام حسن اللي طلع قال لك ان انا لو الاصابات توقفني ما استاهلش ابقى ماسك منتخب مصر؟ ده بني ادم وده بني ادم. حسام حسن اللي كان بيلعب في افريقيا هو نفسه حسام حسن اللي كان بياخد البرازيل تعالي، اسبانيا على نفسك، بلجيكا ايه عندكم مين يعني؟ اهي ادي بلجيكا، وماتش ايران مضمون، ونيوزيلندا هنعمل عليها سكور. هل هو ده؟ لا، ده بني ادم وده بني ادم. انا كنت بتكلم على ده اسطوره وراجل داخل يكسر في ارقام وداخل منهم رقم هو الشخصي. ده بني ادم وده بني ادم. تخيل سؤال، هتعمل ايه في يوم الريمبو في ماتش مصر وايران لو كان اتسال لحسام القديم؟ حسام الجديد قال لهم احنا جايين نلعب كوره وخلاص. طب تخيل بقى حسام القديم كان رد قال ايه؟ هل بقى هو بقى واثق من نفسه؟ هل هو اتطور؟ هو اتطور طبعا 100%. اتطور كفكر، ككوره، كشخصيه، كطريقه تعامل مع الصحفيين. 100% اتطور بقى بني ادم تاني خالص. حسام حسن القديم كان بيقول يا رب نطلع من نتاهل من مجموعات افريقيا. النهارده بنقول يعني احنا اول مجموعه في كاس العالم بفرق الاهداف. طب ما هو لو زيزو كنت جبت جون كان زمان. احنا ليه ما نطلعش اول مجموعه يا اخي؟ وبعدين احنا بنفكر في ماتش الارجنتين، استراليا دي اعتبرناها تحصيل حاصل. ده اللي احنا بقينا بنوصل له. يعني حسام حسن القديم ده بيقول يا رب ما نتغلب من النيجر، ويا رب بوركينا فاسو نعمل عليها ماتش. حسام حسن الجديد لو كمل كده هيبقى احسن واحد مسك منتخب مصر، واسطوره كلاعب واسطوره كمدير فني. او بالمناسبه اللعيبه كلها بيضربهم حسام حسن الا محمد هاني بيضربه ابراهيم حسن. تفتكروا هنعمل ايه مع استراليا؟